إن ربنا سبحانه وتعالى يمكن حد يفتكر أو ينسى أو مع الظروف يتهيأ إن الأمور مش ممسوكة كده، مش بينا إحنا البشر، لا برب البشر. الدنيا مش متسابة كده، لازم احنا مؤمنين بالله كلنا صحيح، لكن مش عايزين ننسى. خلينا اقول دي اول نقطة لازم كلنا نبقى متأكدين منها، ان احنا عارفين كويس ان ربنا موجود ومحدش يقدر يعمل اي حاجة في الوجود اللي احنا فيه ده الا بأمر الله سبحانه وتعالى. طبعا ما فيهاش. بس طب اكمل لك الكلام، اسمعوا الكلام. لكن احنا ده مش معناه ان احنا كمصريين نكون ناخد بكل الاسباب لحماية بلدنا. واول حماية فيها محبتنا لبعضنا، محبتنا لينا كلنا لبعضنا. يعني مخزون المحبة، رصيد المحبة، حجم المحبة بين المصريين بفضل الله بيزيد يوم عن يوم، وده أمر آخر يتحط في الاعتبار. النقطة الثالثة اللي أنا عايز أقولها لكم إن حجم الوعي، حجم الفهم اللي موجود عند المصريين حجم ضخم جدا، بيخليهم فاهمين وشايفين، ومش بس كده، ومستعدين يتعاملوا مع أي أمر ممكن يبقى يشوفوه جوه مصر أو بره مصر، فاهمينه كويس. الحاجة الأخيرة إن إحنا كدولة وأنا كإنسان مسؤول عنكم لازم تطمنوا إن أنا كنت دايما بتعامل مع كل الأمور بشرف كبير وبأمانة كبيرة وبنزاهة كبيرة. النقطة دي أنا بقولها لكم ليه بس؟ لأن ما أنا هفهمكم النقطة دي، بس دي نقطة مهمة قوي. لو كان المسؤول عنكم إنسان مش كويس خافوا على بلدكم. لو إيده متعاصى بدم الناس خافوا على بلدكم. لو إيده واخدة أموال الناس خافوا على بلدكم. الحمد